السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كتاكيتو بني؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي صحة وفي سعادة ان شاء الله. بصوا بقى يا كتاكيتي، بناء على طلب متابعيني حبايب قلب الاعزاء الصغار والكبار، طلبوا مني الصوصات بكل اشكالها. هنبدأ بقى في عمل الصوصات كده ان شاء الله، حاجة حاجة. يعني كل ما نبقى الواحد يبقى في وسط الفيديوهات كده، نبقى متفرغين لها بإذن الله. مرة صوصات، مرة تورتايه، مرة الخزين بتاع رمضان كده، يعني هيبقى فيه تشكيلة. أول حاجة هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. نحط كوباية من المية في الكسرولة، عليها كوباية ونص من السكر، عليها حبة ملح ليمون، يا إما تحطي ليمونة وترفعيها على النار تسيبيها لمدة 10 دقايق. اهو زي ما انت ما شايفة كده، لوزة حبة صغننين خالص. ونحط الكسرولة دي على النار لمدة 10 دقايق. في ال10 دقايق دي بقى، على ما تبدأ يعني ان هي تغلي على النار وتاخد مدة ال10 دقايق، هنحط في كسرولة تانية كيس جيلي فراولة، عليه معلقة، بصي فتفوتة كده زي ما انت ما شايفة، بتاع معلقة ممسوحة كده من الجيلاتين، وممكن تستغني عنها مش ضروري يعني. وكوباية من المية، وتبدأي تقلبيها. المية دي تكون فترة يا جماعة، يا دافية يا تبقى مثلا نقول ايه سخنة، بس خليها دافية احسن عشان تعرفي تدوبيها واحدة واحدة. دافية حلوة، لان انت على ما تيجي تدوبيها، على ما اللي هو الشربات يتعقد ويدينا لمدة ال10 دقايق دول، نبقى نكون احنا قلبناها. اهو تنسيش بقى اللايك اهم حاجة، والشير والسبسكرايب، اوعي تنسي يا لوزة. نبدأ بقى نضيف الكسرولة الأولانية اللي هي السيرب، نحطه على الجيل اللي احنا قعدنا ندوب فيه، وادي جليز الفراولة، وكده تمام التمام، ونبدأ نصفيه. اهو زي ما انت ما شايفة كده يا لوزة. بصوا بقى، انا في لوزة صغنطوطة في تالتة اعدادي بتتفرج عليها اسمها حنين. انا بصوا يعني مش عايزة اقول لكم قمة سعادتي بيها قد ايه. بصوا بقى، الكسرولة دي هنبدأ نعمل فيها زي ما عملنا في الأولانية، اللي هو ايه، جليز المانجا. نفس ما عملنا في اللي فات هنعمل في ده. هنحطها على النار، كوباية ونص سكر، عليها كوباية مية، عليها ملح ليمون، وتسيبيها برضو مدة 10 دقايق. وتبدأي هنا تعملي ايه، تدوبي الجيلاتين في نص، مش الجيلاتين يا رب، اللي هو جيل المانجا، تدوبيه مع نص كوباية من السكر، مش من السكر يا رب، من المية، كوباية من المية. وزي ما عملنا هناك هنعمل هنا. معلش يا كتاكيتي، مهنجة، عايزة حد يشحنني. اهو نبدأ نصفيه. وبعد ما تصفيه هتسيبيه على جنب، هو هيبدأ يتقل. في تركاية بقى عايزة اقول لكم عليها، عشان بس ايه، انا شفتها في كذا فيديو من على اليوتيوب، ما عجبتنيش. هو يا جماعة يعني اللي بيتعمل يقول لك ايه، بعد 10 دقايق بيجمد وبيبقى حلو، لا ده بيجمد خالص يا جماعة، اول ما بيتحط بره بيجمد نهائي. فاحنا هنعمل حاجة اهو، بصوا، هو كده لسه سايل. هنعمل حاجة دلوقتي مع بعضينا، هنعرفها دلوقتي، بس ايه، نخلينا في الجيل الشفاف الاول. برضو نفس ما عملنا في اللي فات هنعمل هنا، بس انا المره دي حطيت ايه، عسل كلوكوز، كوبايه ونص من السكر، عليها كوبايه ميه، عليها معلقه صغير كبيره من عسل الكلوكوز. انا حطيت بس زيت كده ايه، عشان ايه، المعلقه تسلت كده وتنزل على طول في قلب الايه، في قلب الكسرولة. وهتبداي تحطي ملح ليمون، يعني ملح ليمون مش ضروري. اهو بصي، ترفعي على النار زي ما انت ما شايفه كده لمده 10 دقايق، وتحطي معلقتين من الجيلاتين في قلب ميه في كوبايه، وتسيبيها لحد ما يغلي 10 دقايق، وتبداي تنزلي بالجيلاتين على الايه، على الكسرولة كده، وتقلبي لحد ما يدوب الجيلاتين، هيديك الجيلي الشفاف. عندك بقى اي نوع من المنكهات زي الفانيليا، روح الجوز، روح الموز، روح البرتقال، زي ما انت ما عايزه حطي. والفانيليا حلو مش وحش. وتبداي تنزلي كده في الكسرولة التانية، تصفيه وتسيبيه على جنب. ده هيجمد قوي. هقولك طريقتين علشان تبداي تفكيه، بس مع بعضينا بقى واحده واحده، عشان ايه، ما تهنجيش مني يا لوزة. كده احنا حطينا على جنب. هنعمل جناش الايه بقى، جناش الشوكولاته البيضه. بص انا مش هحط سكر خالص اهو، بص انا شاورت لك اهو، مش هحط سكر خالص. هحط نص كوبايه ميه فقط لا غير على 300 جرام من الشوكولاته
بس كده. ومعلقه زيت بعد ما اخدهم ادوبهم على حمام مائي وارجعهم تاني. انا كده دوبتهم على حمام مائي. وتبداي تصفيهم يا لوزه، لو فيها اي حاجه تبداي تهرسيها كده اهي. بصي تبقى في بقايا كده صغيرين، تبداي تهرسيها كده بقى بالمعلقه او بالسباتيولا. المهم ان انت ايه، تخليها كلها ناعمه وملساء وزي الحرير. وتسيبيهم من الصبح بالليل. انا بصراحه ما سبتهمش من الصبح بالليل، انا سبتهم ساعتين في التلج اللي احنا فيه ده، مسكت نفسها. لو سبتيها اكتر هتشتغل معاكي احسن ما انا اشتغلت معانا كمان. كده هنعمل جناش الشوكولاته السمراء. بص انا المره دي سخنت لك الكوبايه، نص كوبايه من الميه، وبعد كده رحت حاطه عليها الايه، ال 300 جرام شوكولاته. المربعات اللي احنا بنعملها دي يا جماعه في قالب الشوكولاته الواحده لو قطعتيها صح هتديكي 100 جرام من غير ميزان. يعني لو قطعتيها واحده كده بايدك هتديكي بالظبط ال 300 جرام. دي 100 ودي 100 ودي 100. المربع الواحد بيعمل 100. وتبداي ترفعيهم على حمام ميه يكون سخن طبعا من تحتيها، وهي تحطيها من فوق، وتبداي تصفي زي ما انت ما شايفه كده اهو. وتحطي معلقه زيت بعد ما تخلصي خالص. انا حطيت يعني بتاع نص معلقه هنا ونص معلقه هنا، بحيث ان هي تديكي مجموع معلقه. لو حطيتي حتى معلقه هنا ومعلقه هنا مش هيبقى فيها اي مشكله. الزيت بيديها لمعه. عايزه تحطي زبده حطي زبده، بس الزيت بيديها لمعه اكتر من الزبده كمان. كده ادي الثلاث صوصات معايا اهو. عايزين بقى نفكها. بص انا سبتهم، ايه اللي حصل فيها؟ مسكت. اي حد بقى يقول لك ده بتبقى جميله وتتصب كده وبتاع وبتبقى زي العسل، سيبيكي من الكلام ده. ده جيلي، هيمسك هيمسك. ده انا فكيته بطريقتي، هقول لكم دلوقتي انا فكيته ازاي. اهو جبت المضرب اللي انتوا شايفينه ده، ورحت مدياله ضربه خفيفه كده صغيره. او ممكن تفكيه على حمام مائي وتضيفي له شويه ميه، يا ده يا ده. بس انا حبيت دي ليه؟ علشان دي قدام عينيا طول ما انا ما شغاله هبقى عارفه انا هضيف ميه قد ايه. لكن التانية بعد ما اجي اعمل اللي احطها على حمام ميه دافيه واجي اشتغل بيها مش هبقى عارفه الميه اللي انا هحطها قد ايه. انما هنا بعرف. اي بصي خبطتين بساط خالص زي ما انت ما شايفه كده يا لوزه، يعني حاجه بسيطه لا تذكر اهو. تبداي تنزلي كل اللي في المضرب بايديكي بقى بالراحه واحده واحده. هتضيفي بقى الميه كل ما تحسي ان انت عايزه. انا كده كنت ماليه كوبايه ميه وباخد منها بصي زي ما انت ما شايفه قد ايه، فتفوته فتفوته، لحد ما هوصل لحد نص كوبايه. هخلص فيها نص كوبايه ميه وهيبدا يبقى كويس كده. انا عرفت المقدار هيبقى قد ايه. لكن لو انا فكيتها وبقت معايا سايله على حمام الميه الدافي، انت كده كده لو حطيتيها على حمام مائي هتبص تلاقيها فكت معاك وبقت زي الفل. انا هعمل كده في الجيلاتين اللي هو اللي بيلمع ده، اللي هو الشفاف. لكن في دي مش هينفع. ليه؟ عشان انا عايزه اعرف هو هيبقى قد ايه. هتقولي طب ما هو انت عملتي ليه كده في التاني؟ لان انا خلاص عرفت هنا هو عايز ميه قد ايه. وتبداي تصفيها زي ما انت ما شايفه كده في المصفى. هي مش هتاخد حاجه. هتقولي لي بقى يا لوزه انهي الاحسن ديت ولا اللي بنشتريها من بره؟ والله العظيم الطعم واحد والاتنين نفس الطعم، انا دقتهم. عايزه تجربي جربي في نص المقادير اللي انا عاملاها دي. والستات البيوت ما تحطيش كوبايه ونص من السكر، حطي كوبايه فقط لا غير. انا كنت طول عمري بحط كوبايه ونص. بس حقيقي بعد ما دقتها كذا مره حسيت ان هي عايزه كوبايه حلوه قوي. احنا عشان بس بنشتغل بيها بره وعايزين ايه، الطعم يبقى شديد شويه. لكن بالنسبه ليك انت يا لوزه والله كوبايه حلوه قوي قوي قوي. لو حسبتيها هتلاقي كوبايه السكر شوفيها هتبقى بكام. وشوفي اللي بتاع الجيلي دوت اللي احنا بنجيبه ب 12 جنيه. ومش لازم جيلاتين تحط لها، هي اصلا كده كده فيها جيلاتين مش محتاجه. فهتلاقي فيها وفره اكتر من اللي انت بتجيبيه من بره. اللي بنجيبه من بره الكيلو ب 60 جنيه، يعني النص ب 30. يعني انت اللي بتعمليه ده هيبقى فيه وفره. بس في ناس تقول لك ايه، مثل يعني كده، يقول لك شراء العبد ولا تربيته. خلاص تمام. احنا نعمل دي للطوارئ لما يكون مثلا ايه، الحاجه غليت قوي او مش فاضيه انزل. دي بتعمليها يعني من بالليل مثلا وتشتغلي بيها الصبح بتبقى زي الفل. تفكيها كده يا لوزه بايدك نفس الطعم ونفس كل حاجه. بس دي عايزه منك شويه مجهود شويه. والله بتشتغلي ومش القصه ديت مش مجزيه بالنسبه لك، يبقى خلاص. اهو بصي انا خدت قد ايه ميه.
هفضل اعمل كده لحد ما اخد نص كوبايه ميه، هتبقى تمام الوصفه وزي الفل. هعمل كده في صوص المانجا. انا عملت في صوص المانجا قبل ما اعمل في صوص الفراوله، بس هنا عملت بالظبط كده. هنا بدات تمسك، كل ما تحس ان هي ماسكه يا لوزه اديها شويه ميه. طلعتيها من التلاجة وعايزه تشتغلي، ممكن تفكي حبه منهم على حمام مائي صغير، بس ما تخليهاش بقى ايه تبقى ميه. اهو ده برضو بصوا، اهو الجيلاتين التاني عامل ازاي ماسك، لانه واخد معلقتين. هتضربيهم هنا بالمضرب زي ما عملت هنا. والله ما اتضربتش وعذبتك، يبقى خلاص فكيها على حمام ميه دافيه، وديكي كده كده عرفتي الصوصات الاولانيه بتاخد ميه قد ايه. وهتضيفي الميه. انا هنا فكيته على حمام ميه دافي بس عشان اخلص، لان هياخد معايا وقت. فانا طالما عرفتي هنا المقدار قد ايه، يبقى هقدر ان انا ايه استخدمه في التاني. بصوا بقى هنا ده الجاهز اهو، ادي ده اهو. هناخد بقى اللي انا عاملاه الناحيه التانيه، هوريكي الفرق بين ده وبين ده. ده لو مسك يعني انا خففته شويه اهو. ده اللي احنا عاملينه، اللي هو شارينه، اللي احنا عاملينه اهو. بصي، بصي اللون ده. انا بقى بغبائي بدل ما احط نقطه واحده وقعت مني نقطه تانية، مش هشيلها بقى بطرف المعلقه، لا رحت مقلباها فادتني البرتقاني غامق قوي. انت كفايه نقطه اهي، بصي التانية وقعت هناك اهي. لا انا كنت عايزه واحده بس، نقطه واحده بس هتديك اللون البرتقاني مظبوط تمام. لان بصي هي كان لونها ايه اهي. بصي هنا لما هقلبها هي كانت عايزه كده بقى. حطي بقى بحذر ما تخليهاش تقع منك عشان تديك اللون المظبوط. دي نقطه واحده، بصي بقول لك نقطه واحده ادتني نفس الدرجه اللي في الطبق. هناك بقى وقعت مني، فانت خدي بالك. كنت انا المفروض بقى عملت ايه لما هي وقعت كده؟ كنت انا المفروض شلتها وقلبت بالراحه بقى النقطه اللي فضلت، هتديكي نفس الدرجه. تدوقي بقى هناك برضو حطيت الاحمر، تدوقي بقى دي وتدوقي دي، هتلاقي والله العظيم ما فيش فرق. هي بالظبط بالملي. انت بقى احسبيها مع نفسك، لقيتي التكلفه هي، يبقى اشتري دماغك من وجع الدماغ وجيبيها جاهزه. لان كده كده السكر واحد مش لاقيه اصلا. لكن ما عندك السكر ومتوفره تمام اعمليها. بس انا بنصحك لله اعمليها مع كوبايه سكر واحده بس. هنا بقى الشفاف ده اخو ده تيبيكال، والله ما يفرق عنه حاجه. الطعم انت تقدري تغيريه، تقدري تحطي فانيليا. انا ما كانش عندي بصراحه فانيليا ولا اسانسات. انت بقى فيما بعد تجيبي انت يا لوزه. بصي بقى الجناش اللي احنا عملناه مع بعضينا اهو مسك اهو بقى جميل. تقدري تعملي منه روزيتات زي ما انت ما عايزه. عايزه مثلا تعملي منه دريبات على التورته، بتاخدي حبه منهم وتحطيهم على حمام مائي وتشتغل معاكي زي الفل. اهو بصي يا لوزه بالمعلقه كده وفي قلب كوبايه، وتبداي ايه تنزلي. خدي بالك هي بتبقى قاسيه شويه، على ما بتنزليها بتبقى جامده جدا. بتبقى عايزه قوه عشان تنزليها. اهو بالبتاع ديت اللي هي الحمراء اللي انا بقول لكم عليها دي، عشان اوقات انا بهنج ما ببقاش عارفه انا ايه بقول ايه. تبداي بقى تنزلي كده اهو. بصي قمه في الجمال ولونه جميل. اصبري بقى انت عليه شويه عشان انا ايه ما دخلتوش حتى التلاجة. قلت الجو كده كده ساقع، على ما اخلص هيكون ايه مسك نفسه. اهو بصي يا لوزه، تبداي تعملي بيه روزتات كده، هيديكي شكل جميل جميل جميل، ولا بيقع ولا اي حاجه. وهيبقى على التورته شكله قمه في الجمال. وفي الطبق التاني جبت بلبله صغيره عشان اللي فاتت دي كانت كبيره اهي. بصي عامله ازاي، تعملي بيها وردات اهو زي ما انت ما شايفه كده، تلفيها كانك بتلف كريمه. تمام التمام وزي الفل. تمسك في الطبق، وزي ما هتمسك في الطبق هتمسك في التورته برضو. روعه روعه روعه. ما حطيتش سكر نهائي نهائي. هي اصلا مسكره. جربيها وعلى ضمانتي يا لوزه. جربي في كميه صغيره، لو ما طلعتش جميله وقمه في الجمال ما تاخديش من ورايا اي وصفه تاني. خدي من اي حد تاني، والله قمه في الجمال. تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب. اوعي تنسي يا لوزه، اوعي تنسي يا لوزه. وتعليقاتكم الجميله هستناها. بستنى انا اول تعليق زي الاطفال الصغيرين. اهو عملنا كله اهو. بس دي بقى ما تكتريش فيها. ده بقى الريم اللي بيبقى من على الوش ليه كده. تجيبي طبق وتسحبيه بالراحه خالص خالص، هينزل كله اهو ويبقى لونه جميل. بس هي نقطه بس بالله عليك يا لوزه، خدي بالك نقطه واحده بس اهو. تبداي تشيليه كله كده بقى لونه جميل اهو. هو لو خد النقطه بس بالظبط زي ما انا ما قلت لكم كان اداكم اللون البرتقاني الجميل.
والاول كان لونه اصفر. ادي الصوصات كلها اهي. ايه رايكم بقى؟ ادي الشفاف، وادي المانجا، وادي الفراوله. والله قمه في الجمال، وطعمه ما بيختلفش عن اللي بنشتريه من بره خالص. شوفي انت يا لوزه بقى ايه اللي يناسبك، تشتريه من بره او تعمليه في البيت. واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.